قبل ما تسمع الفيديو رد على السؤال ده: هل انت بتكلم نفسك؟ ولو بتكلم نفسك بتقول ايه؟ كان ليا واحد صاحبي ساكن في عمارة ومليانة بالسكان، يعني فيها تقريبا 50 شقة. فكانوا عاملين جروب على الواتساب كده، يعني بيتناقشوا فيه بقى مشاكل العمارة وطلبات العمارة والكلام ده، يعني زي كده ايه، جروب اتحاد الملاك اللي انتوا عارفينهم دول، الجروبات المنتشرة اليومين دول اللي بتجيب مشاكل. المهم، في مرة حصل بينه احتداد وبين شخص موجود في الجروب، واحد من السكان يعني، دخلوا في بعض شمال بطريقة غير عادية. والمشكلة ان الراجل التاني ده احرجه جامد جدا واهانه كمان، لكن هو صاحبي ده ما عرفش يرد عليه. ما تفهمش ليه، يعني نزل عليه سهم الله كده ما عرفش يرد. المهم ان هو بعدها لما قعد مع نفسه كان متضايق جدا وعنده حالة احباط غير عادية. ازاي ما قدرش يرد عليه؟ وايه الرد اللي كان المفروض يتقال؟ وازاي مخه ما اشتغلش بسرعة عشان يقول الرد؟ وفضل بقى يكلم نفسه بصوت عالي، ودي كانت اول مرة هو يعملها. يعني واقف كده قدام المراية وبيكلم نفسه وبيتناقش كأن الشخص ده قدامه، وبيمثل بقى هو كان المفروض يرد عليه يقول له ايه، بيمثل الحدث بالظبط. المهم بعديها المفروض ان الناس دول بيجتمعوا كل اسبوع، في يوم من الاسبوع، يعني العمارة كلها المسؤولين عنها وبعض السكان بيجتمعوا عشان ايه، يتناقشوا يعني في مشاكل العمارة وكده لو فيها مشاكل يعني. فضل يجهز الردود اللي هيقولها للراجل ده بطريقة غير عادية، يعني كان بيضيع وقته في انه يفكر ازاي هيقول للراجل ده ايه المرة الجاية، لدرجة ان الموضوع اتحول عنده المرض. بقى كل شوية يقف يتكلم مع نفسه، يتكلم بصوت عالي ويتخيل الشخص ده قدامه، ويتخيل هيرد عليه يقول له ايه، او هو ان هو مثلا لما يقابله المرة الجاية هيبقى ايه الرد اللي هيتقال. المشكلة ان هو كان بيتضايق قوي من الموضوع ده، وكان بيحس ان هو مختل عقليا عشان بيعمل كده. لكن الحقيقة طبعا ان الناس اللي بتكلم نفسها دي مش كلها مجانين. ليه بقى؟ هنعرف في الفيديو ده. المهم ان جه اليوم اللي هيتقابلوا فيه السكان اللي في العمارة، اليوم اللي هو الاسبوعي ده. وصاحبنا ده اللي هو صاحبي اول ما حضر الاجتماع راح داخل شمال في الراجل على طول، وكان متعصب جدا وهو بيتكلم وكأنه حافظ الكلام اللي بيقوله، الكلام اللي هو في دماغه لازم يطلع. والناس قعدت تهديه، كان هو وصل لمرحلة ثورة غير عادية وكان خلاص هيمسكوا في بعض. بس طبعا السكان التانيين لموا الموضوع وخلصت على كده. لكن هو صاحبي ده كان بيحكي لي انه قبل ما يعمل الموقف ده كان في نار بتقيد جواه، نار ان هو ازاي ما عرفش يرد عليه ساعه لما كلمه على الواتساب، ازاي يستحمل ان هو يقول له كلام مثلا مهين او جارح بالطريقه دي وما يردش عليه. فموضوع الكلام مع نفسك ده يعني هي ظاهره طبيعيه ما فيهاش مشاكل خالص، بس في حالات بتبقى الظاهره دي مشكله. كمل معايا. مبدئيا انا واحد من الناس ما بكلمش نفسي خالص، ولا عمري في حياتي اتكلمت مع نفسي. بس افتكر زمان وانا صغير لما كان حد يضايقني وانا طفل صغير يعني، حد كبير مثلا كده يتريق عليا مثلا او يشدني من وداني او يضايقني، يعمل لي اي نوع من انواع المضايقه باي طريقه، كنت اخش الاوضه واقفل الباب عليا واقعد اشتم في الشخص ده بصوت عالي كانه قدامي، واقعد اتخيل ان هو قدامي. هي دي الحاله الوحيده اللي انا اتعرضت لها في حياتي ان انا بكلم نفسي، بس انا بتكلم على سن صغير قوي، يعني 6 سنين 7 سنين، ما كنتش يعني كبير، يعني سن صغير طفل. ولكن لما كبرت عمري ما وقفت اتكلمت مع نفسي كده كلام صريح، يعني مثلا يكون عندي مشكله او موضوع ما اقف كده قدام المرايه مثلا واكلم نفسي واتناقش مع نفسي في الموضوع ده، عمرها ما حصلت يعني. بس شفت نماذج حواليا كتير جدا بتعمل الموضوع ده، وانا لما بدات اخد بالي من المواضيع دي واشوف الناس اللي حواليا يعني اكتشفت ان هم نوعين. النوع الاولاني لازم الخواطر دي تتنفذ عشان يهدى، وبتكون كل المناقشات مع نفسه ان هو ازاي هيعمل الموضوع ده، ازاي هيخلص الضغط اللي جواه ده ويطلع اللي عايز يقوله للشخص او للموقف اللي هو حصل له يعني. وفي نوع تاني بقى بيفضل يتكلم مع نفسه ولكن بيكبت جوه نفسه، ما بينفذش اي حاجه. وللاسف النوع ده بيصاب بامراض نفسيه مع مرور الوقت، كتر المواقف اللي بتحصل له وان هو مش عارف يرد وان مفيش رد فعل زي ما هو كان عايز، فبيحصل له امراض نفسيه وممكن ينطوي وبيحصل له مشاكل غير عاديه. دول النوعين اللي انا وقتها كنت شايفهم، لكن اكتشفت طبعا ان في انواع تانية كتير. يعني اول حد اشوفه بيكلم نفسه صراحه كده هي مراتي. لما كنا في الغربه في السعوديه يعني، كنت ساعات ارجع من الشغل وادخل البيت من غير ما تاخد بالها، ابص الاقيها واقفه في المطبخ وعماله تتكلم كانها بتتناقش مع نفسها. مره قعدت اسمع هي بتقول ايه، اتفاجئت انها بتتكلم في موضوع وبترد على نفسها، يعني هي عملت كذا بس كان غلط انها عملت كده، لا المفروض كانت عملت كده، وبتتناقش كأن في اتنين بيتناقشوا بس بطريقه عاديه، يعني مش بصوره مرضيه يعني يعني مش عشان هي بتتفرج يعني، لا بس عشان بقول لك ان هي
يعني كانت بتتناقش مع نفسها في موضوع، هي في وقت الموضوع ده ما عرفتش تتخذ قرار. فمعظم الناس اللي بتكلم نفسها دي بتبقى ناس عندها رد الفعل ولكن ما بيعرفش يطلعه في ساعتها. هحكي لكم حكايه صغيره قوي. واحد صاحبي كان رايح بالعربيه بتاعته يجيب ولاده من المدرسه، فلما دخل الشارع بتاع المدرسه اللي فيها ولاده كان في زحمه جدا، فبص لقى ولد صغير كده في ثانوي او في تانية ثانوي مثلا، يعني او اولى ثانوي كده، بيشتمه عادي كده، بيشتمه من الباب للطاق، وهو الولد عارف ان هو مش هيعرف ينزل في وسط الزحمه دي عشان يجيبه. فالولد راح شاتمه، فضل واقف كده. المهم صاحبي ده راح مطنش ومكمل بالعربيه ووصل لاخر الشارع. بس لما وصل لاخر الشارع قعد بقى يكلم نفسه في العربيه كده ان هو ازاي عمل كده، ازاي سكت على الموقف ده، وازاي ان هو ما خدش رد فعل مع الولد ده، وراح في ثواني ركن العربيه على جنب وراجع للواد ده مروقه. فده النوع الاول اللي هو ما بيحبش يكبت الفكره جواه. الشخصيه الثالثه اللي انا شفتها في حياتي اللي برضو اصطدمت لما عرفت ان هو بيكلم نفسه، كان واحد معانا في الشركه بيجي بدري قوي قبل الموظفين، والكاميرات لقطته وهو بيتناقش مع نفسه. يعني طبعا هو ما كانش يعرف ان الكاميرات بتصور الصبح، فالكاميرات لقطته وهو واقف بيتناقش مع نفسه في موضوع، وعمال بقى يعمل حركات بقى ولغه جسد بقى زي ما بيقولوا كده، ان هو بيتكلم مع حد، بس مش بيتكلم يعني مع قرين ولا شيطان ولا كده، لا بيتكلم مع نفسه. يعني زي مثلا ان انت ايه تقول ايه، يا ريتني كنت رحت المشوار ده، لا طب هروحه ليه، لا ما هو المشوار ده لو انا رحت كنت هتضايق، لا يا عمي ما تروح ويمكن تنبسط، فاهمني؟ فطبعا انا بالنسبه لي كان يعني صدمه ان انا بشوف حد يكلم نفسه. يعني انا كنت بقول اكيد بيكلم نفسه لانه حاجه من الاتنين، يا مجنون يا مخاوي، ده اللي كان بيجي في بالي. في بس نقطه عايز انوه عنها بالنسبه للناس اللي بتبعت لي رسائل استشارات، يعني يستشيروني في مشاكل عندهم في حياتهم. انا بس عايز اوضح لكم ان انا مانيش العالم اللي اقدر ارد على استشاراتك، وانا مش يعني ما تحطنيش في خانه اللايف كوتش، انا مش لايف كوتش. والحاجات اللي انا بقولها دي كلها نتيجه عثرات حصلت في حياتي. انا شخص عادي خالص، معايا بكالوريوس تجاره ولا معايا ماجستير ولا معايا اي شهادات ولا واخد اي كورسات في اي حاجه، فانا شخص عادي واقل من العادي. فبلاش تحطوني في الخانه بتاعت ان انا بديك استشاره. انا لما برد عليك في الرسائل برد عليك من واقع خبرتي، من واقع التجارب اللي انا شفتها حواليا. ممكن الراي ده يكون صح وممكن الراي يكون غلط، فارجوكم بلاش تحطوني في مكان مش بتاعي. ويلا نكمل. في بقى مرحله ثالثه من الناس اللي بتكلم نفسها دي، ودي كان حد قريبي. كانت واحده كده بتمشي في الشارع، كل الناس عارفه انها بتكلم نفسها في الشارع، بتكلم نفسها يعني بتكلم نفسها بصوت عالي وهي ماشيه في الشارع. طبعا اللي يشوفها هيقول دي مجنونه على طول، لكن هي ولا كانت مجنونه ولا حاجه. ولما كشفوا على قواها العقليه لقوها انها اعقل العاقلين. بس هي اللي بتعمل كده بقى لان هي عايشه في حياه فيها ضغوط غير عاديه. يعني بيت هي المسؤوله عنه بالكامل، ام واولاد واخوات، مفيش راجل في البيت خالص، هي راجل البيت، هي اللي بتقوم بكل المهام، مفيش اي عنصر رجالي في حياتهم. المهم بقى ان انا عمال احكي عن الناس دي كلها واضحك واقول ايه ده الناس دي اعصابهم تعبانه، ده لا الناس دي نفسياتهم مش مظبوطه، لا ده عندهم ضغوط مأثره على عقلهم. كل الكلام ده كان بيجي في بالي لحد ما وقعت في الموضوع. كنت في وقت من اوقات حياتي عايز اخد قرار جامد جدا، قرار مصيري يعني، اللي هو انا كنت مسافر بره وعايز ارجع بقى اعيش في مصر. يعني قرار مصيري وخطير، كل الناس كانت بتخوفني منه. اوعى تسيب مكانك وترجع هنا، ده مصر ضايعه، ده مصر بايظه، ده انت هتيجي هنا هتشحت. عايز اقول لكم ان انا في الوقت ده كنت بكلم نفسي بصوره جنونيه، يعني مش قادر ان انا اتعامل طبيعي. يعني ممكن كنت اقف كده في الاوضه واقعد اتناقش لمده 10 دقايق او ربع ساعه مع نفسي في موضوع معين، موضوع مثلا ان انا عايز ارجع يعني وكده، وافضل اتكلم واتناقش كأن في 2 بيتكلموا، الشخصين، الشخص اللي موافق على الموضوع والشخص اللي منتقد الموضوع ومش عاجبه. بس عايز اقول لك ان نتيجه المناقشات دي كانت دايما بتريحني نفسيا. ان انا مثلا لما بتناقش مع نفسي وبسال سؤال وارد على نفسي بالرد المناقض او الرد اللي انا مش عايزه، يعني ما انا بتخيل ان شخص تاني بقى هو اللي بيتكلم، فكنت متخيل ان الشخص التاني ده بيقول لي الراي الصح. كنت بعد المناقشه دي بكون مرتاح جدا وبكون خلاص منظم افكاري وعارف هعمل ايه. فالناس اللي هي بتكلم نفسها دي اوعى تفتكر ان هم مجانين، بالعكس الناس دي فيهم مواصفات ومميزات مش موجوده عند اي حد. اول حاجه ان الناس دي دماغها شغاله على طول، بترتب الافكار وبتحلل اي موقف وبترتب الكلام اللي هيطلع. يعني انت النهارده لما بتفكر في موضوع تفكير بس كده، ممكن ما توصلش للحل الحقيقي للموضوع او الحل الفعلي او اللي هيعديك من الموضوع ده، لكن ممكن لو اتناقشت مع نفسك، دي دعوه على فكره ان احنا كلنا نكلم نفسنا،
تحس ان الموضوع بيتحل عن طريق ان انت بتكلم الشخص اللي جواك اللي هو النقيض بتاعك، الشخص اللي هو ممكن يرفض الحاجة اللي انت عايز تعملها دي، فبتطلع حلول. لانك ببساطة كأنك بتحكي لواحد صاحبك. يعني لو مخنوق مثلا وفي موضوع تعبك، تقعد تتكلم مع نفسك لمدة 5 دقايق كده 6 دقايق، تفاجأ ان في حاجات بتتفتح قدامك. لان انت لما بتسمع صوت الكلام غير لما يبقى الكلام في عقلك. مفيش شك في الموضوع ده. جرب كده فكر في موضوع بعقلك، هتفاجأ ان في حلول بتطلع انت ما كنتش هتجيبها لو بتفكر والموضوع في مخك بس من غير ما تتكلم فيه. وهتفاجأ ان انت بعدها تحولت لشخص بينظم افكاره، لانك بتسمع الفكرة وبتسمع الرأي، وممكن ترفض او تقبل، لان انت كأنك داخل في مناقشة مع واحد صاحبك، فهو بيقول لك الحقيقة وبيقول لك الرأي الصحيح. بيطلع غصب عنك وانت بتتكلم كده، يعني عفوي زي ما بيقولوا، بيطلع الرأي الحقيقي اللي انت كنت عايز تسمعه، اللي هو اصلا ما كانش هيطلع من دماغك لو انت بتفكر بدماغك بس. واحيانا لما بتتكلم مع نفسك بيكون علاج لصراع داخلي جواك. يعني في موضوع مضايقك او تعبك وانت مش عارف تحله، والموضوع ده ما ينفعش تتكلم فيه مع اي حد قريب او بعيد، موضوع خاص بيك انت. فبتفاجئ ان انت لما بتكلم نفسك بتقدر تحل الصراع الداخلي اللي جواك ده، لانك بتعرض الموضوع وبتحله. وفي حاجة غريبة جدا هتحصل لك وانت بتكلم نفسك، لما بتيجي بتتكلم وبتسأل نفسك على اي حاجة بتحس ان انت وانت بترد ان انت شخص تاني. فدي مرحلة برضو عظمى من الموضوع ده. بقول لكم الفيديو ده دعوة ان احنا نكلم نفسنا، لانك ببساطة لما بتكلم نفسك بتشوف الصورة بوضوح. الموضوع كله بايه بتتناقش فيه كأنك بتتكلم مع واحد صاحبك زي ما قلنا، فبتشوف الصورة كلها بوضوح، فبيبقى عندك كده نوع من الوعي للحل. يعني بتحس ان انت ايه، عارف الحل اللي هتقوله. انت بتفاجئ وانت بتكلم نفسك ان الحل في وسط الكلام ده اللي انت بتقوله، اللي هو اصلا ما كانش بيجي في دماغك ابدا وانت بتفكر عادي زي الناس العاديين كده. لا، ما هو الناس اللي بيكلموا نفسهم عاديين برضو، بس هم ليفل اعلى شويه من الناس العاديين. انا شايف كده يعني. ولو اني حاليا ما بكلمش نفسي خالص، بس بفكر الفتره الجايه ان انا ابدا اكلم نفسي وابدا اتناقش معاها في المواضيع اللي مضايقاني او تعباني. فالخلاصه ان الشخص اللي بيكلم نفسه ده مش مجنون ولا حاجه، ده بالعكس ده اعقل العاقلين، واكتر واحد هتلاقيه منظم في كلامه لما بيتكلم في اي موضوع، لان هو اتناقش في الموضوع ده مع نفسه قبل ما يتكلم فيه، فهتلاقيه منظم جدا. وهي حاله واحده اللي انا بعتبرها خطره جدا لو بتحصل في الموضوع ده، ليفل تاني خالص بقى من الكلام مع النفس، وهي ان انت تتكلم وتسمع صوت حد بيرد عليك. اشوفكم بكره ان شاء الله.